مساء الخير على كل عشاق كرة القدم في كل حتة وفي كل مكان، عشاق الدائرة المستديرة، عشاق نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعة بيمر بظروف صعبة، لكن الفيديو ديت أنا عايز يوصل لعدد كبير جدا جدا من الناس، عشان يوصل بالأخص رجال الأعمال الفشنك. أيوة، رجال الأعمال الزملكاوية طلعوا في شنك، طلعوا ولا حاجة. لأن عمري في حياتي بشجع الكرة ليا 30 سنة، ما لقيتش في يوم من الأيام رجل أعمال زملكاوي بيدعم الفرقة، ولا بيعمل لنا صفقة سوبر، ولا بيعمل إعلان للاعب عشان خاطر يخليه كده فريش، يخليه مبسوط ومستمر في الزمالك. بعكس النادي الأهلي، كل رجال الأعمال الأهلاوية يا جماعة بيدعموا اللعيبة بالإعلانات. واخرها شفت كهربا، كل رجال الاعمال اللي عندهم مشاريع كبيره كانوا بياخدوا محمود كهربا عشان يعمل اعلانات، عشان يلم الغرامه بتاعته. ونفس القصه ونفس الحكايه بتحصل مع لعيبه كتيره مع النادي الاهلي، عكس لعيبه نادي الزمالك يا جماعه او رجال الاعمال الزملكاويه. ما اعرفش هم بيخافوا ولا بيختفوا. فعشان كده النهارده انا بقول لك ان رجال الاعمال الزملكاويه في شنك. وتحيه وتقدير لكل كل رجال الاعمال الاهلاويه اللي خدوا رضا عبد العال في صفقه كبيره ودفع حقها رجل اعمال كبير. ومعتز اينو نفس القصه، كان صفقه كبيره ورجل اعمال هو اللي تكفل بالصفقه، واخرها امام عاشور. فعشان كده بقول تحيه وتقدير لكل رجل اعمال اهلاوي بيدعم الفرقه من اجل الجمهور، ومن اجل ان يكون فرقته اللي بيشجعها في احسن صورته. لكن رجال الاعمال الزملكاويه بيطلعوا ينتقدوا بس. وطبعا في مذيع لامع معروف بيطلع يهاجم في الفرقه وبس، ومشتره في الاكل وبس. طبعا كل الناس عارفاه. عمري في حياتي ما شفتك بتدعم الفرقه، بالعكس بشوف الاستاذ احمد موسى بيدعم النادي الاهلي بشكل لطيف.